بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا لاباس بخير الكل. حبيت نعمل الفريكاسي سخافت عليه، قلت نتقاسم الوصفة معاكم مرة ثانية. فوالا نروحوا المقادير وطريقة التحضير. لهنا عندي كيلو فرينة تي 45، ما غربت لهاش حد شي، نجموا تحطوها ديريكت بلا ما تعقبوها على السيار. نحط لها مغرف ونص خميرة فورية. الخميره تاعي هذه رقيقه بزاف، عليها حطيتها ديريكت، وسينو تنجموا تحطوها في كاس تاع ماء دافي باش تشوفوها صالحه ولا لا. فوالا هذا النص مغرف الاولى ما كانتش معمره بزاف، صافي مغرف ونص كبيره، والحال بارد اليوم صافي درت مغرف ونص. لهنا حطيت بيضه ومغرف كبيره تاع ملح، ولهنا مغرف تاع سكر مش مليانه بزاف، مغرف كبيره توجور، ونحطو 3 مغارف زيت، ولهنا عندي نص لتر ماء دافي. نص لتر بلت لي الكيلو تاع الفرينه قد جات عجينه مليحه ما تتلاصقش وطريه. ولا نحطو في الروبو ولا تحطوها في قصعه كما تحبوا، مش صعيبه يعني العجن تاعها. ولا ونحط بشويه الماء حتى تتلم عندي عجينه طريه وما تتلاصقش. ولا شوفوا يتنحت من البول ما تلصقش، ولا وطريه في نفس الوقت. هكاك 5 دقائق برك عجنتها. ولا درك نخليوها ترتاح 45 دقيقه، صديبان الجو في الشتاء ولا في الصيف. انا درك الحال بارد شويه خليتها هكاك 50 دقيقه وما طلعتش فغيما بزاف. فوالا لهنا عدات 50 دقيقه، درك نحيها ونطرحها فوق البلان دو طرافاي. تحبوا تعملوها هكا تقصوا كويرات هكا صغار وتعملوها زيما ميني باغيت باش يجيو هكا فريكاسي بالطول، ولا احسن هذه الطريقه ذي احسن تطرحوها، تحطوا الفرينه سحمل تحت وتطرحوها بالقراص وديروا بالطابع، تقصوا دوائر ولا هكا تجي عندي واحد القالب اوفال وتقصوا به. لكن ما عندكمش ديروا بحاجه دائريه من بعد تجبدوا العجينه هاك شوي. فوالا نطرحها هكا محسوب اقل من هكاكا 6 مليمتر، ما ترقوهاش بزاف وما تخشنوهاش بزاف. لهنا حطيت يجي كيلو ونص بطاطا، حطيتها لهنا قصيتها مكعبات صغار، كيما بدات تغلي درتها حسبت لها هكاك 4 دقائق وطفيت وصفيتها وخليتها تطيب في الفوار تاعها ذاك في السخانه تاعها، زيد تكمل الطياب، وحطيت لها ملح وفلفل اكحل وشويه كركم، وحطيت البيض يطيب كوتي. ولا لهنا بعد ما طرحت العجينه ومن تحت ديروا الفارينه باش ما تلصقش. ولا عندي الطابع هذا قص بيه، ومن بعد تجبدوا هكا الكعبه شويه تطرحوها هكا شويه وتجبدوها باش تجي اوفال، ونحطها هكا على سارفيات ونخليها تخمر شوي، ما تخليوهاش بزاف. لو طانك تكملوا لا دغنيير تلقاو الاولى ديجا خمرت شوي، صافي تبداو تقليو ديريكت. فوالا هكا تحطوا على النار تسخنوا الزيت تاعكم غزير وتحطوا عليه الزيت، تحطوا على الكعبات الزيت باش تتنفخ معاك. وجا ما شاء الله مهوي من الداخل مش معجن، جا على الكيف. ولا تبقاو تعملوا الطريقه هذه حتى يطلعوا مليح، ما تخليوش الزيت بارد بزاف ولا سخون بزاف. يكون بارد بزاف يشرب لكم زيت بزاف، وكون يعود سخون تبقى معجنه لداخل، صافي بين وبين. ولا تبقاو تحطوا في الزيت على الكعبه تاع الفريكاسي هكا وتدوروهم.
ولا كي تشوفوهم في الحاشيه حمارت توليو تنفخت مليح، توليو تقلبوه. فوالا هما ذما الاولين اللي طابوا جاو هشوشين على الكيف. وهذا هاني هبطت شويه الغاز كان قوي، هبطت عليهم وهم قاعدين يطيبوا. ولا ديروا كيما هكا حتى تكملوا الكميه كامله. ولهنا عندي لو طون، شرشمت العظام، البطاطا هاي طابت، وعندي زيتون وهريسه والكورنيشون اللي يحب يدير الكورنيشون يدير. جاو طريين وفارغين من الداخل على الكيف، روعه جاو. شوفوا ها فارغ ماهوش معجن والو. ولهنا الهريسه حطيت فيها شويه زيت تاع لوطون ولا الزيت تاع الفخوماج، هذاك البتي مورسو تاع الفخوماج اللي محطوطين في البوكال تاع الزيت. تحطوا الزيت هذاك اللي يقعد لكم، ولا ديروا الزيت تاع لوطون مع الملح وفلفل اكحل وشويه قارص هكا 10 قارص والماء، وتحلوا هذيك الهريسه تاعكم ديركم صوص على الكيف وتعمروا كيما تحبوا. من بعد كل واحد بالذوق تاعو. البطاطا طابت قد يعني كما قلت لكم، كما تبدا تغلي تخليوها هكاك 4 دقائق وتطفي وتنحيوها من الماء. ومن بعد مسخانه تاعها زيد تكمل طيابها. حطيت لها ملح وفلفل اكحل وكركم شويه فوالا، وتعمروا هكا. حطيت العظام والطن والبطاطا والزيتون والكورنيشون، وكل واحد اذواق واش يعمر. كما انا ولادي واحد ما يحبش العظام، واحد ما يحبش الكورنيشون، كل واحد ابخي يحط على ذوقه. وجاو فريكاسي ما شاء الله يشهوا، يعني وصفه ناجحه 100%. فوالا نزيد تحطوا نفس الطريقه وملاح هكا تاع خرجه تهزوهم معاكم، ولا هكا كوتي، ولا ما تسخنوهم اليوم وغدا في الميكرووند طريين على الكيف، ونجي غير طيبتهم درك. فوالا هذه كانت وصفة اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وما تنسوش باللايك والتعليق محفز، ونقولكم مع وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.